يا صباح الخير، يا صباح العافية، شلونكم يا حلوات؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وعافية. اليوم جمعة وجمعة مباركة عليكم. شو نسوي بنات؟ خلونا نتريق ناكل لقمة خفيفة. شنو عندي هنا؟ أنا عندي هاي الجبنة ما اعرف شنو اسمها والله نسيتها، كلش طيبة، وعندي شوية زبدة. نتريق ونقوم نكمل شغلنا بما انه الجهال نايمين. تمام يا حلوات؟ ايش اريد منكم؟ اريد لايكاتكم وتعليقاتكم الحلوة الجميلة مثلكم. يلا تعالوا نبلش فيديو اليوم. تمام يا وردات انتو؟ يلا تعالوا. باعوا بنات بهاي الطاسة قشرت هذا الثوم، راس ثوم تقريبا، نقول 10 فصوص. ايش راح اسوي؟ راح اسوي بهذا الطرف، ها بس مجرد ما اثرمه حلقات. حلقات رفيعة تكون، حتى شنو؟ حتى ياخذ حتى الزيت يسحب المونة اللي شو اسمه بالثوم كلها. تمام. باعوا كله ثرمته. اي علبة تكون نظيفة عندكم، يعني مثل مال بهارات او مال شي، تجيبوها تخلون الثوم عليها وتفرغون. ابو علاوي دا يصفر ومنطلق، جايبين مين اليوم؟ وابو علاوي اللي سطرنا وياها، مو الجهال. انا كنت خايفة من الجهال، لا احنا البابا اليوم سطرنا وياها. بعض بنات راح اخلي كمية زيت تكون كافية الشعر اثنينهن. ايش قد ما يبقى الزيت بالثلاجة ما عليه اي شي. بعد ايش راح اسوي؟ راح اسده، راح اخليه ليلة كاملة. هسه راح اعوفه منه الباكر، باكر راح اشتغله قدامكم. تمام. بعد ما شكله بالطبعا يخبل والله، يسوي شعر ناعم. وش يسوي؟ الجذور اللي ما تطلع هماتين، الجذور اللي تكون يعني مال الاطفال شايفين شعرهم من تكون شعرايه طالعه وشعرايه لا، بس مجرد ما تفركون الجذر ماله صدقوني 3 مرات 4 مرات، اذا مو يعني مو 3 مرات 4 مرات، 5 مرة 100% يطلع الشعر. تمام. شوفوا بنات هسه شنو هاي ثاني يوم على الزيت. بعد الزيت اللي يبقى تخلوه بالثلاجة ما عليه اي شيء. وايدش ماما خلينا نسرح شعر نارين. باعوا بنات شلون لمعة ينطلي الشعر. انا تقريبا هذاك ذيك الجمعة هم سويته، يعني تقريبا صار اسبوع كامل. شوفوا يخبل يصير الشعر. جربوه على بعض لارين هماتين ايش قد طولان. هو يعني احنا يعني طبيعة شعرنا تطول بسرعة، بس شنو بالنسبة يعني ما اعرف، حسيت انه تبقى لمعة بيض وينطي نظارة للشعر. هسه راح اخليه قدامكم. ما عاجبها ريحته، الريحة تبقى بيه، بس شنو تستعملوا شو اسمه اثناء الغسل تستعملون القهوة. هسه هم راح اشوفكم الطريقة، فانتظروا وشوفوا. طب حلوة ماما. شنو هاي؟ مع بنات جذور مالت الشعر، مع جذور الشعر افركهم كل زين ما تقعدي. ايش قد يبقى على الشعر؟ يبقى على الشعر ساعتين ضبط. قعدي ماماتي. واصلا احنا فوائد، يعني فوائد الثوم وزيت الزيتون كلنا نعرفها، فوائده كلش زينه. بالنسبه شايفين مرات بسم الله من تصير حفره بالراس وهاي السوالف، هي الفرشه تكون اضبط، بس شنو نارين جلدها يكون حساس ومن كل شيء تعيط، فانا افضل اسوي بايدي احسن.
شنو قولي ايش بيك ماماتي؟ أنا توحد. ها؟ أنا توحد. تجيبون فص ثوم تقصوه بالنص وتفركون المكان اللي واقع منه الشعر يطلع الشعر. هاي الثوم مالتهم ترى مال جيل القديم مو هسه، يعني قديمة مو هسه. اما بالنسبة للزيوت فهذه شفتها وصفة على النت جربتها وكلش يعني شفتها جابت نتيجة وياي. نداري ماماتي نداري 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 نداري. اهم شيء الجذور تاخذ يا بنتي. نعم بعد شلون تصير فراغات بالشعر. هسه بنات باعوا شعرها والجذور مال شعرها كلها صارت. بس راح اسوي راح المه كليته شو ما كان شو ما تلمون مو راح المه بهاي الطريقه وراح اخليه ساعتين ضبط. هذا نارين مو تفتحين شعراتك. اوكي راح افتح شعراتي. جميلة افتحها. شو جميل. هسه بنات شوفوا عمو الحمود ايش مسوي بيه شارع قلبي. شنو نسوي؟ ماما شو اسوي لك؟ تزن. ها؟ اكو واحد الناس تريق بيض تجيبين حمود ايش تريق رقي. حمودي حمودي حمودي. ماما يلا. عاشي. ها؟ ماما احبك ترى تحبني؟ اديني. اوديك الحلاق لعد؟ اوديك الحلاق؟ لا. لعد اقعد زين. يلا. ادزك يا عمو؟ ادزك يا عمو زينك؟ لا. لعد مني زينك. اديني. اني؟ لا مو انت تبكي مني خليني اوديك يا عمو احسن. ماما تبكي لعد؟ لا. تقعد عاقل؟ ها؟ يلا قول عاقل بسرعة. ماما ها؟ طلع ايدك منه. خلاص اسوي لك منه اسوي لك فستان جميل. يلا اجيب لك منه. واو موتني هذا وين يروح للحلاق ابدا يروح للحلاق. يلا اجيب لك منه. اجيب لك منه. واو 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 شو جميل. هذا الاكل هم يفيدني. يلا يلا نقول بسم الله. ها يلا بسم الله. ندار حمودين تروح الحلاق الزين لو ماما زينك؟ ماما تحب ماما ولا عمو؟ علي. لا ما يحب عينك لا تشذب. بابا علي. حمودين تحب ماما زينك ولا عمو زينك؟ ماما زينك ولا عمو؟ بابا بابا وين زينك ما يقبل. انت تقعد جوا البابا كذاب. ما عبيد ليش؟ ما عبيد بابا عندينك. بابا زيني. ايه. ليش؟ شنو سويت انا؟ وبدل. واو شو صار جميل. سوى طبرة هم. سوى مؤذي ما يقعد. انتظر شعره الى ان يبس. يلا خلاني امشطه. ابد ما خلاني امشطه نبلل. بنات شلون زينت؟ قول اني زينت. خلي يكون هذا مال من؟ اي بابا. خليكم مال بابا؟ ايه. يلا يلا هاك هاك. الله ايش قد طيبه ريحه حمودي. مالتي هم؟ لا كافي واحد كافي. واحد كافي. يلا بابا شو حمودي؟
واو شو جميل. ها شو تسوي؟ تروح تاكل رقي؟ عوافي تروح تاكل رقي؟ موتني بالرقي خبلني. ها لا احبك. يلا وديك تاكل رقي؟ يلا شو باوعلي اشوفك يا جميل. تعال بابا برجع اشوفكم شلون انه الريحه تطلع منه. راح نسوي اول شي راح اغسل اوعدكم اخلطها زين. راح نسوي راح ندعك شعر زين. تعالي تعالوا لي شوفي راح يصير اي شو اسمه ما يبقى اي ريحه ثوم ريحه الزيت نفسه. وهم القهوه وايد لها فوائد. شو اصلا القهوه ذابت ويا الشامبو. يلا يا ولايه يلا طبخ على غسله زين. ممكن يكون نفس استعمله. يلا ماماتي تعالي. يلا الولايه غسله غسله زينه نطلع برا. شوف اليوم شنو سوينا؟ نعم شعري نعاية لا عناية؟ نعاية لا عناية. نعاية. يلا حبيبتي يلا حبيبتي بسرعة سيدي حمودي. يلا هسه بنات شعر هي بس هسه راح اشوفكم اياه. المعطر اللي استخدم لهم اياه هذا اللي يقين ولارين واحد. والعلاوي خلي ويا البابا. حمودي لا حمودي شي عجبه يخلي عادي مسموح له بكل شيء. بس انا احب استخدم من هذا الشعر. شوفوا قدامكم نداري ماما. هاي صار مرتين انا اسويه وما اعرف يعني انا من اول مره شفت انه اكو يعني صار شلون نقول فرق. انطش لمعه للشعر. اي ريحه ثوم ماكو. اي ريحه زيت زيتون ثوم ماكو. ريحته كلش طيبه والله. ريحه الشامبو لان بنات انا كان قبل يعني شعر البنات كلش يوقع. كنت من اخلي له لاستيكات وانزع اللاستيكات يعني حتى كنت انقهر عليه لان هوايه يوقع. بس شنو اولا بدلت اللاستيكه هذيك اللي تكون هذيك اللاستيكه اللي استعملها بدلتها بهايه. وحمودي ما يخليني. وثانيا هماتين بنات شنو يعني قمت استعمل لهم هذا بسم الله زيت والثوم. ها قلت لكم صار ثاني مره. لا شو صار اسبوعين شعرهم احسن بلش التساقط يخف عندهم. وهسه هماتين قدامكم شوفوا يعني صار ساعه انا مشط بيه المشط باعوا ولا شعرايه واقعه. يقوي الشعر كلش حلو حتى للكبار هم زين تمام. هسه بنات لهنا انتي فيديونا لليوم. ان شاء الله حبيتوا فيديو اليوم واستمتعتوا وياي. انا احبكم كلش هواي. باي باي يا حلوات. باي باي. يلا دوري خلينا نشوفون شعراتك الجميله. شوفوا جربوا الوصفه وين تكتبوا لي بالتعليقات.